صباح الخير عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا الساعة 9 الصبح بجهز، بشرب القهوة وهاكل البسكويت وهننزل مع بعض. هنروح مشوار كل حاجة فيه تقريبا انا اول مرة اعملها في حياتي. يعني اول مرة اروح معرض الزهور، اول مرة اروح حديقة الأورمان، اول مرة اركب اتوبيس. اي نعم اتوبيس، وانا لما اركب اتوبيس لا يمكن يمشي في البر، لازم يمشي في النهر. فبرضه هتكون اول مرة اركب اتوبيس نهري. وانا متحمسه جدا لليوم من النهارده من اوله، لان كله حاجات انا ما عملتهاش قبل كده. فيلا بينا نبتدي على طول ونشوف كل الحاجات دي والتجارب دي يا ترى هتكون ايه. ويلا بينا نبتدي. بصوا بقى، احنا كده وصلت التحرير اهو، النيل. بصوا اليوم النهارده الجو حر بس الدنيا مغيمه، ما اعرفش ليه. والبرج، وهنركب من قدام ماسبيرو. ماشي، يلا بينا بقى نشوف التجربه دي شكلها عامل ازاي. المبنى الطويل ده بتاع وزاره الخارجيه، والصغير اللي جنبه اللي فيه لبني ده ماسبيرو، اللي هو مبنى الاذاعه والتلفزيون. للي مش من مصر وحابب يعرف. بص بقى الورود على الصبح كده، يومنا كله ورود وزهور. وادي الربيع عاد من تاني، يعني هو مش باين قوي بس يعني ان شاء الله هيبان. ده المدخل اهو قدام سابكو. عيشوا معايا التجربه من اولها لاخرها. انا مش عارفه اذا كنت هنزل وهتخبط، يعني طويله قوي عشان انتوا ما تعرفوش. طبعا انا لسه ما اعرفش اي حاجه. التذكره حبيت بس اعرفكم انها ب 3 جنيه، والله رخيصه جدا. يعني الاتوبيس النهري يعتبر فسحه حلوه في النهر، لاي حد ممكن ياخده كده رايح جاي. التيكت ب 3 جنيه، او يروح بيه مشوار زي اللي انا رايحاه كده. هو بيروح لغايه عند جامعه القاهره تقريبا، هنعرف دلوقتي. فيعتبر برضو حاجه مواصله رخيصه وتغيير جو، بدل الطريق اللي بره او بدل المترو. يعني من باب التغيير، من باب في النهر وب 3 جنيه يعني مواصله حلوه. اي نعم هي مش او اللي احنا ركبناه ده مش متوضب قوي، بس كان في واحد اللي انا عديت منه انتوا شفتوه اكيد متوضب عن دوت، فممكن يكونوا بيجددوا او حاجه. بس ده اوكي، يعني بيعتبر برضو كحاجه كده كرحله كده مع اصحاب مع بعض رايحين في حته. يعتبر برضو حاجه حلوه ان انتوا تجربوا حاجه جديده. بصوا الكوبري اللي بالعرض ده هو كوبري الجامعه، هيبقى المرسى عنده، هننزل عنده وبعد كده بقى نروح حديقه الأورمان. تجربه لطيفه جدا، وهي الحياه كده لازم تجربوا كل حاجه، محدش يحكم على حاجه الا لما يجربها. يا حكم يا الصبح. يا حكم. هنخش ازاي؟ يمين تمام. هنخش من جنب كوبري الجامعه. طبعا انا بنقش المعلومه نقش. انا بسال زي ما انتم سامعين، ودودو هي اللي بتقول لنا. اهي حديقه الحيوان اهي، واحنا هنعدي نخش بقى حديقه الأورمان اهي. بصوا نعدي بس الاول. وده يا جماعه تمثال النهضه للي مش من مصر قدام حديقه الحيوان. عايزه اقول لكم بقى قبل ما انسى ان انا طبعا هنتفرج على المعرض وهنتفرج على كل حاجه، بس انا جايه اجيب الاعشاب، عايزه ازرعها في البيت. يعني بتبقى حلوه قوي، مثلا الروزماري، الزعتر، النعناع، الريحان، ان احنا نستخدمهم في الاكل يكونوا طازه. ودي فكره حلوه جدا برضو كتوضيبات لرمضان. يعني اعملوا حاجه جديده واعملوا الحاجه. بصوا نخش نشوف من جوه، نخش نشوف من جوه. تقريبا هو ده البيت. يس 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 يس. بصوا التيكت ب 2 جنيه.
يعني انا كنت جايه يوم السبت عشان تبقى فاضيه، فعايزه اقول لكم انه يعني طب احنا نخش على المعرض على طول. طبعا احنا ما نعرفش، احنا دخلنا يعني احنا ماشيين كده ايه واخدينكم معانا زي ما هنلاقيه يعني. بصوا في زرع هنا اهو من اول هنا كده، غالبا كده الشركات اهي. بصوا تعالوا نخش كده احنا حظنا. بصوا تحفه، ايه كميه الطاقه الايجابيه اللي في المكان ده. تعالوا يا جماعه اشحنوا هنا، تعالوا اشحنوا هنا بجد من المنظر نفسه. خليكم تتنفسوا كده وتقولوا الله. يا جماعه الحاجات حلوه دي حلوه جدا. وده كرسي ممنوع عليه الجلوس بس حبيت اصوره لكم يعني. بصوا الارض اصلا معموله ازاي، ايه ده، ما كنتش متخيله كده على فكره. هو هنا الاول شركه ايه؟ ايفر جرين. انتوا اللي هو الممر كله صح؟ وردكم حلو قوي. ده ورد بقى، ده مش عايز ظل صح؟ دوت مش عايز ظل، ده الشتوي معاكي من شهر، اشتغل معاكي من شهر 12 لغايه شهر 6. من 12 ل 6 وبعد كده بيموت خالص عشان ده مش حول، مش مستديم. تمام. طيب والواحده بكام؟ ب 10 جنيه. ب 10 جنيه؟ ب 10 وفي اللي ب5. طب وفين بقى اللي هم بتوع الظل اللي ممكن يبقوا مش في شمس؟ الحاجات اللي ورا دي دول؟ العقوبه عامله 2000 ونص. 2000 ونص اللي هي دي؟ دي بقى دي اسمها ايه؟ عقوبه ايطالي. عقوبه ايطالي. دي ظل؟ لا عايزه جو مغرب، ضوء النهار زي كده. نص نص يعني. طب ودول؟ طبعا ده نفس النظام كده زي ما انت ده حاجه اسمها بغونيا مستورده. بكام بقى؟ 25. 25. عايزه برضو جو لا مشمس ولا ظل؟ زي اللي احنا فيه ده، ممكن تزرعها تحت اي في البلكونه مثلا ممكن، بس لو الجو لو الشمس عمودي لو الشمس عموديه عليها على طول ممكن تدخلها جوه شويه. تمام، يكون مثلا المكان فيه ضوء بس مش مباشر يعني. مباشر صح. ودول ظل؟ ده كل ده ظل. والكبيره دي دي بكام بقى مثلا؟ ب 150. 150. المعرض ده بيفتح يوم 21 مارس، بيقعد 45 يوم، فاحنا النهارده 6 ابريل، يعني قولوا معاكم لاخر الشهر تقدروا تيجوا المشوار دوت وتجيبوا اللي انتوا عايزينه. وهتاكد لكم برضو هيخلص يوم كام، وفي اخر الفيديو اقول لكم ان شاء الله. وفي دخول عربيات. تعالوا طب نخش ناخد هنا فكره. والنعناع فرنسيه، طبعا احنا عايزين النعناع بتاعنا احنا اهو نعناع بلدي وينسون. ينسون ايه؟ ترخون ينسون معرفش، احنا هنسال دلوقتي. لافندر. ايه ترخون ينسون؟ والله ينسون ورد. لا معلش تعالى، يعني ايه بقى؟ شاي كده يسون والله حبوب. مش يسون حبوب، ده بقى عشب. طب وريني واحده نعناع لو سمحت. والنعناع بكام؟ ب 15. قدام الثانيه اقوى شويه، الثانيه صغيره. صغيره بس الثانيه اصغر، بس ده بلدي برضو. ده ناري وده احمر انجليزي. احمر انجليزي بكام بقى الاحمر الانجليزي ده؟ 50 البيب روز ب 60 اللي هو هناك ده. مفيش حاجه ظل هنا؟ عندي موجود الظل عندي. بقول لك، هو انتوا بتبقوا قاعدين بقى المعرض ده لغايه امتى؟ ان شاء الله 1/5 كده ان شاء الله. لغايه 1/5 اول 5 يعني لغايه قبل رمضان. قبل رمضان ان شاء الله. هنا بقى اسمه ايه؟ مشاتل عطيه شعله. الزعتر بكام؟ نزل 5. وشطه سوداني، انا اول مره اعرف ان الشطه السوداني ده بكام؟ 15. وفي مرمريه. حرنكش. ده حرنكش. مرمريه بكام؟ ب 10. في حرنكش ده. وفي الحرنكش. حرنكش ويطلع حرنكش؟ ملهوش مواعيد في السنه يعني؟
لا دي طبعا ايه بقى؟ مواعين. يعني لو انا خدته منك دلوقتي يقعد معايا قد ايه؟ هو مستديم بس حضرتك الزهره بتاعته اه من الربيع للصيف بقى بتبدا تطلع الخشاب بتاعتها. اه تشتغل معاك في الصيف. بكام؟ 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 35. 35. طب بص بقى، يعني مثلا انا واحده زيي بتخاف من الزرع علشان خاطر الناموس، الحاجات دي تجيب ناموس في الشقه؟ كله مش بريحه. في عندنا اللون اللي هو بس هو الوان، بس في ناس بتقول لك انا عايز اللون ده مش غير النيل. الزعتر والروزماري والحاجات دي تحطوا في البلكونه صح؟ لازم شمس. دي روز. بصوا هنا في كمان اهو، ناخد فكره سريعه كده اهي، معرض بتاع منتجات وزاره الزراعه، بتبقى حاجات اورجانيك. عندهم بقى ايه كل انواع العسل والزيت والشاي ومربات ومنتجات اها اللي الواحد ما بقاش يشوفها الحقيقه اللي هنا اهو، انا اول مره اشوفها بقالي فتره. وفي بقى السمك، بصوا الاسعار اهي، وفي مخبوزات وجبن، الاسعار اهي. كيري ب20 جنيه. كل حاجة تقريبا موجودة. بصوا يا جماعه، مربى اها 3 كيلو ب65 جنيه، فانا هجيبها شور يعني، والمربات بقى زي ما انتم شايفين اهو، هجيب واحده بقى. يعني مش عارفه ليه افتكرت الدنيا ربيع والجو بديع بجد مع المنظر ده فظيع. تعالوا يا جماعه، مش لازم تشتروا حتى، خدوا روح كده واتفرجوا على حاجات جميله. بصوا بقى، يعني هنا تقريبا كل حاجه والاسعار كلها، وبرده الاسعار متفاوته، فاللي هيجي ويشتري طبعا هيشوف كله وبعدين يبقى يحدد. انواع مشروم مختلفه. تعالوا بقى نخش هنا. اسمها ايه؟ اهي. السلام عليكم. لا انا لفت نظري المشروم. هو خلص ولا ايه؟ لا موجود. على الترابيزه بس؟ لا في جوه في الصبح، بس ما بتطلعش منه كميات عشان الحراره بس. يعني اللي بيعوز لا بس انا لفت نظري، انا ما شفتش مشروم الا هنا تقريبا، ولا ونوعين مشروم. وفي بقيه الانواع دي موجوده برضه. طب قول لي اسعارها كده عقبال ما هو يخلص. الطبق الاجرجس ب 15 والمحارب ب 10. البرتابيلو ب 17 والكينج الويستر ب 25. انواع مختلفه. هو ده ممكن يتزرع في البيت؟ يتزرع في البيت في حاله توفير الظروف المناسبه. يعني ايه الظروف المناسبه؟ ايه الظروف المناسبه بقى؟ درجه الحراره نفسها مظبوطه، يعني درجه الحراره مظبوطه على حسب النوع، كل نوع وليه درجات حراره معينه. النوع المحاري اللي هو زي الشكل ده كده، تمام، اللي هو الجري ده، خلاص، ده درجه حرارته ما تزيدش عن 28 درجه. طبعا ده متوفر في امتى؟ فتره الشتاء. في الشتاء، في الصيف لا هيموت. تمام، صح. لو في الشتاء ممكن نزرع كده على طبيعه الجو في اي غرفه، اي مكان فاضي نقدر نزرعه فيه، ما فيش اي مشكله خالص فيه. طيب والابيض المتعارف بتاعنا احنا؟ الابيض المتعارف عليه هو بيبقى عبوه بالشكل ده، بس هي لسه الاسمار يعني لسه قدامه شويه، تمام، بالشكل ده. خلاص بيبدا يطلع من فوق من على الوش من فوق، درجه حرارته 18 23 درجه، فمحتاج تكييفات. احنا هنا عندنا يعني دي زرعه في الظل عادي.
لا لازم. ده لازم في الظل. لازم. يعني ممكن في اي اوضه فيها تكييف. اوضه فيها تكييف او في فتره الشتاء ممكن استغلالها، بس يكون في تهويه مناسبه عشان المشروم بيتنفس. يعني بعض الناس تعتقد ان هو في مكان رطب ما فيهوش تهويه فبيعمل مشاكل لبعض كده المزارعين. ده مش صح. احنا عندنا السيستم او النظام اللي هنا هو ده شكل بس مصغر للصوبه، بيبقى فيه تكييف بنفس الشكل ده اهو تمام، وفي شفاط، في لوحه كنترول. احنا هندي بس احساس للكنترول نفسه ان درجه الحراره عاليه. هنلاقي التكييف دلوقتي اشتغل والسيستم كله اشتغل. بص على الهواء البارد بقى. لا لسه اول ما اشتغل هتلاقي الهواء ايوه صح هنا ابرد من بره بكتير. ايوه طب اصل النهارده كمان حر بشكل مبالغ فيه. طب لو انا مثلا انا ماليش في الزرع خالص تمام وعايزه ازرعه عندي، اشتري ايه بقى واعمل ايه بالظبط؟ اول حاجه نختار الوقت المناسب. تمام، فهو الصيف مش وقت مناسب الا لو اوضه فيها تكييف. تجهيزات وما ينفعش ان انا عاوز اجرب واعمل تجهيزات تبقى تمام عاليه. صح. يبقى نخلينا في الشتاء او الشتاء وغرفه تكون مستقله بذاتها للمشروم تمام، وناخد عدد من العبوات بسيط جدا بحيث ان حضرتك تاخدي من الناحيه الفنيه نظري تطبقيه انت عامل بايديكي تمام. ممكن تلاقي الموضوع يتحول من ناحيه هوايه او من ناحيه زراعه شخصيه ليا انا عشان استغلال يعني يتحول لمشروع او حاجه تجاريه لان خلاص استفدت خبره من الشغل بتاعي. بس هو عامه المشروم يعني بعض الناس زي ما اتكلمنا سوا مع بعض بره ان بعض الناس عارفه ان المشروم الاجرجس المدور الابيض لون تاني ده مش مشروم. احنا تواجدنا هنا مش عشان نبيع خام، احنا تواجدنا هنا عشان ندي ثقافه لبعض المستهلك ان في انواع من المشروم، بنعمل تذوق للمشروم يعني. وانتوا الشركه بتاعتكم فين اصلا؟ مدينه 6 اكتوبر ميدان الحصري خلف شركه الميه. خلف شركه الميه. الحفظ بقى وده العنوان اهو يا جماعه. ثلاجه لمده اسبوع. حلوه فكره المشروم، بس هقول لكم ما يبقاش في الصيف، يبقى في الشتاء. ده بقى كل انواع الصبار تقريبا 25 دول. مريحنا هو كاتب الاسعار عشان محدش يساله. هو 10 50. طب هو مش كاتب لكن الصبار اللي انا عارفه شكله ده مش شايفاه الحقيقه، ولا هو ده تقريبا هو ده ولا ايه مش عارفه. لو احنا بنفتحه ونطلع منه ماده كده ب 15 دي برضه. لا ما انا هخليني وده ب 20. طبعا انتوا سامعين نداء الشعب عايزين صباره اولوفيرا. هو تقريبا بيبيع صبار بس اسمه نوران اللي هو بيطلع منه الماده الاولوفيرا. بصي هناك في السبت ده لو طلع من الجل. بكام يا حاج الواحد؟ بكام دي لو سمحت؟ ايه دي؟ هي دي واحنا ناخدها نحطها يعني في دي الصغيرة ودي الكبيرة. ده اللي بيطلعوا منه بقى المادة الجل. مزرعة الكرنك انا ما شفتهاش لغاية دلوقتي اللي عنده. ايه ده؟ الله، مشغلات يدوية حلايب وشلاتين. تعالوا نخش نشوف. مساء الخير. بصوا بكام ده لو سمحت؟ هو ده 35. واللي شايله البلاصه اللي تحت الاصغر ب 25. دي ب 20 الصغنونه خالص. بصوا الحاجات دي
اكبر حاجه بكام؟ اكبر حاجه ب75 واصغر حاجه ب25. يعني اصغر حاجه دي ولا اللي جوه؟ ودي اضاءات. بصوا مستعملين قبل كده ولا؟ بصوا الحاجات دي بكام السديري ده؟ السديري اللي هو السديري اللي في شراشيب 390. شوية حاجات حلوة جدا. طبعا ده شغل، ده شغل يدوي صح؟ كله هاند ميد. بصوا بكام الشنطة دي؟ 120 صغنونة عشان ده شغل وده شغل. اه الله الله الله. اه ايه تاني؟ بكام الشقة؟ انا ده اه 650. ده اتامين صح؟ كله. ده اتامين اه. كام دي؟ قوي. انا مش عارفه الفيديو ده انا هعمله قد ايه، بس هو تحفه. السلام عليكم. زيوت طبيعيه؟ ممكن تدينا بقى فكره كده عن الاسعار؟ هو الشركه اسمها ايه؟ نماء. شكرا. قولي لنا كده بقى فكره سريعه كده عن الزيوت اللي عندك واسعارها. طيب 40 35 ده كله طبيعي؟ كلها تكون زيت طبيعيه بشره. تمام. 40 35 ده زيت زيتون صح؟ زيتون تمام. كتين بكام؟ 60 35 تمام. 60 35 ده اللي هو سيمسون. اه اوكي. وده الاوليفيرا ولا ده جوز هند؟ لا جوز هند. ده اوكي. جوز هند كوكوتانا حليب جوز الهند ده ب 50. دي اسعار معرض وخصم 25%. تمام. زيت جوز الهند دوت 70. حب الرشاد 35. حبة بركة 25. 50 جنين قمح. تمام. لوز حلو 25. ورد 35. مفيش لوز اكبر من كده انا عايزه. مش والله بحب زيت اللوز الحلو قوي. مفيش مقاس اكبر من كده. والله 30 مللي للاسف. ماشي. ورد 35. تمام. جوجوبا 60 مللي. بكام بقى؟ ب 60. ب 60. 30 مللي 35. جرجير 30. ارجان 30 مللي 100. خروع 25. لافندر 50. ايه العلب بقى اللي هناك دي؟ العلب ديت بقى دي زبدة ليمون للتفتيح. دي ب 50 جرام. زبدة شيا بيضة. تمام. دي ب 70. زبدة شيا صفراء 60. مفيش أي فرق استخدام بين الفرق زبدة الشيا والبيضة. الاتنين استخدام واحد بس اختلاف سعر. انا على طول على فكرة كذا مرة اسأل على الحاجة دي، مش عارفة ايه الفرق بينهم، وبلاقيهم بنفس السعر وبلاقيهم بكل حاجة ومبقاش مفيش أي فرق في الاستخدام. يعني الاتنين للشعر والبشرة والجسم نفس نفس الاستخدام. هو في ناس بتفضل البيضة وفي ناس بتفضل الصفراء. تمام. فرق يعني استخدام. وانتوا ليكوا فروع هنا؟ حضرتك متواجدين في المعرض ومتواجدين على فرع الجميع والسوق. تمام. اوكي شكرا. اوكي. ايه الريحة دي؟ لا الريحة دي لا مش ممكن. الريحة دي بجد جاية منين؟ من ايه؟ اللي في ايده. اللي في ايده؟ يا خبر ابيض. هي الريحه ظهرت انا مش شايفها ريحه بصراحه. اسمها ايه بقى؟ شجر ايه؟ ريحه ورد. ده شجر مجفف؟ شجر مجفف والورد صناعي. ده ورد صناعي؟ بس الكواليتي بتاعه عالي. بكام اللي هي الحمرا دي؟ ده عامله 450. 450. بس كده. والابيض؟ ده عامله 1200. والبامبا؟ ديت 750. ديت 500.
بتاعتي. ده ورد مجفف، بس زي ما انتم شايفين كده انا اتخدعت بجد، افتكرته ورد طبيعي، لان حتى الحاجه اللي هو محطوط فيها اكنه طبيعي بجد. ده بعد ما دخلنا كده قدام الملاهي محل اسمه ايه؟ يونساي المرشدي. بونساي المرشدي للاشجار المجففه. انا اتخدعت خدعه كبيره بس جميله. بصوا هو كل ما يخص الزرع والحدائق بصوا طبعا الحاجات دي، المشاتل دي كلها ليها اماكن ومحلات معروفه. يا نهار ابيض. بصوا الحاجات دي تحفه. بصوا الترابيزه دي بصوا حلو قوي 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 قوي. بصوا الكف ده كف رجلي يعني. ده محل اهو اسمه صفا. اسمك صفا جرين؟ هاخد بقى منه بكام؟ ب5؟ اي حاجه ب5 اهم. فياخد بقى الحاجات العطريه من هنا. هيحطها لي. ما عندكش اجيبها ايه؟ طب احطها في شنطه.